السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم مهنيين وباحسن الاحوال يا رب العالمين. صحه رمضانكم، كل عام وانتم بالف الف خير يا رب العالمين. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام، اللهم امين يا رب العالمين. الوصفة تاع اليوم خياتي عبارة على فطائر محشية، راح نطيبهم ان شاء الله في المقلاة، يجيو بزاف هايلين. يعني خدمتهم ولا حشيتهم بحشوة اقتصادية، جات بزاف بنينة، وثانية العجينة جات خفيفة هايلة هايلة. نتمنى تقعدوا لاخر الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله طريقة التحضير. الوغ البنات، هنا راح نبداو بالعجينه. عندي هنا 3 كيسان من الفارينه، والفارينه تاعي دائما نقولكم لازم نغربلها، دائما الفارينه نغربلوها. نضيف عليها هنا ملعقه كبيره من خميره الخبز، مع نص ملعقه من السكر، وأربع ملاعق ولا 5، درت هنا 5 تاع الزيت. درت زيت زيتون، وانتم تقدروا ديروا الزيت العادي ماشي مشكل، يعني كل وحده والذوق تاعها. نخلط جميع المكونات هنا، خلط هكذا بالمغرف. ومن بعد عاود تخلط يعني بيان بيدي، دخلت بيان الزيت في الفارينه فقط. راح لي يعني المقطع. ضفت الملح، بالنسبه للملح حسب الكميه تاع الفارينه، درت يعني حوالي نص ملعقه هكذا تاع الملح. ونبدا نلمها بالحليب. الحليب تاعي لازم يكون دافي. هنا البنات درت كيما شفتوا نص كاس، ابخي يعني عاودت ضفت كاس، يعني خذات لي كاس ونص، حوالي كاس ونص من الحليب. وانتم بيان سور شوفوا على حساب يعني الفارينه تاعكم. كيما نقول لكم دائما، كاين فارينه تتشرب، كاين اللي ما تشربش. هنا المهم تحصلوا هكذا على عجينه تكون طريه وتلصق، يعني في البدايه راح تلصق هكذا شويه في اليد. عجنوها هكذا حوالي دقيقة 2 دقائق، وتولي هكذا كما راكم تشوفوا، يعني تجي هكذا طرية. هاي ليك البنات. هنا راح ندهنها بشوية تاع الزيت. فوالا، ندهنها بشوية تاع الزيت كما قلت لكم، ونخليها تريح، يعني نغطيها ونخليها تريح، يعني نخليها تخمر. فوالا، هكذا راح نخليها يعني في نفس الريسيبيون ماشي مشكل، ونخليها كما قلت لكم تريح. سا ديبو على حسب حرارة المطبخ، 20 دقيقة ولا ربع ساعة. ونبداو هنا. درت البصل يتقلى، نضيف عليه هاد الفلفل. يعني في البداية كنت عن بالي يعني فلفل حار، فينالمون خرج لي حلو. بصح جا بنين، يعني يجي المذاق تاعو بنين. قطعته هكذا قطع صغيرة، وراح نضيفو ثاني البصل تاعنا بعد ما تقلى البنات. درت حوالي 3 مغارف تاع الزيت، ونخليه يتقلى مع البصل. فوالا، بعدها البنات راح نضيفو يعني نتبلو البصل تاعنا. عندي هنا الملح مع الكركم، و عفوا ماشي كركم، درت الزنجبيل مع الملح كما قلت لكم، وكمون. فوالا، نخليهم هكذا يتقلاو. بعدها نروحو ندوزو هنا للسلق تاعنا. فقط هنا البنات نحيو يعني هذوك السيقان، نديرو فقط الاوراق. قطعت السلق تاعي بعد بيان سور بعد ما غسلته بيان. فوالا، ونضيفو للمقله تاعنا، يعني راح نخليه هكذا يطيب يتقلى، ولا يطيب في المقله بلا ما نزيدو البنات الماء. هنا كما تعرفوا السلق يطلق الماء، فما تضيفوش الماء. دوك تشوفوا معايا هنا البنات، شوفوا كيفاش طلق الماء تاعو. هنا راح نخليه يعني يطيب فقط في الماء تاعو حتى نشف تماما، يعني نشف تماما هذاك الماء. نروح هنا لاباط تاعنا بعد ما خمرت، راح نكسر لها هذاك التخمار. فوالا، ونضيف هنا زعترة. هنا من يعني كنت راح نديرها في البداية نسيتها، ماشي مشكل، راح نضيفها دوكا. يعني زعترة راح تعطي واحد اللون بزاف بزاف هايل لهاد الفطائر. نقسم لاباط تاعي على 4 بهذه الطريقة، وانتم تقدروا تقسموها على 2 ولا تقدروا تقسموها على 6، يعني كيما تحبوا. الا حبيتوا ديروهم صغار ولا كبار ماشي مشكل.
ونروحوا البنات ندوزو هنا نحضروا الفطائر تاعنا. هنا غطيتهم بيان سور، خليتهم يريحوا شويه. راح ندير هكذا شويه تاع الفارينه في البلان طرافاي تاعي باش يعني تمشي لي هاد لاباط. هكذا البنات صراحه جات هايله، وهاد الفطائر يجيو بزاف هايلين البنات بنان. وثاني يعني في وقفه تخدميهم. فوالا ندير شويه تاع السلق ونزيد ندير هكذا فرماج، اي نوعيه تحبوها البنات. تقدروا مام ديروا فرماج غابي ماشي مشكل. ونجمع لاباط تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، ونبدا نسويها بيدي بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله بزاف، وكما قلت لكم يعني تخدموها في وقفه. فوالا هنا ما نستعملش الحلال، فقط بيدي البنات. ونحطها هكذا في المقله. يعني المقله تاعي هنا سخونه البنات، على نار متوسطه، نخليها طيب. فوالا راح نقلبها معاكم. شوفوا كيفاش جات معايا، صراحه جات بزاف هايله. هاي لك البنات. هنا راح ثاني نطيب هكذا الاطراف ثانيت. فوالا راح نزيد معاكم هنا حبه باش تشوفوا معايا مليح. فوالا هنا نستعمل هاد الحلال غير يعني شويه برك باش نعاون روحي. يعني هنا كنت مزروبه، تقدروا تستعملوا فقط اليد البنات، ماشي لازم الحلال. فوالا ونجمع لاطات. شوفوا يعني كيفاش الطريقه سهله بزاف. وتقدروا يعني تقدموهم هكذا حتى يعني في بلاصه البوراك، تقدروا تعوضوا يعني بهم البوراك، يجيو يعني يعني يجيو بزاف بنان مع الشوربه. فوالا هنا درتها في المقله هكذا البنات حتى نكمل كامل لاباط تاعي ونتحصل على هذا الفطائر يجيو بزاف هايلين. والعجينه جات خفيفه قطنيه هايله. نتمنى البنات تجربوا الوصفه تاع اليوم وتشاركوها مع حباباتكم مع العائله. وبيان سور تخليوا لي جيم وتعليق شباب تقولوا لي رايكم في الوصفه تاع اليوم. دائما نقول لكم تعليقاتكم اللي يشجعوني ويحفزوني باش نستمر معكم. واللي زارت القناه لاول مره نقول لك حبيبتي ما تنساش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس هكذا باش يوصلوك كامل الوصفات ان شاء الله. والى هنا ناتي الى نهايه الفيديو تاع اليوم، ومع السلامه.